عمري وقت اللي بديت عمري 17 سنة نلعب الأغلام، وتو عمري 27 سنة. العلاف متاعهم وكل شيء تو صعيب هنا، غلت الأسوام ونعانوا معناها، حتى المطر ما هناش ناقصة شوي معناها، مش دايما تصب. حتى باش معناها في الصيف باش نوفروا لهم الماء واحد باش نسقوهم واحد، ما صعيب ياسر، مش موجود. نعدي نهاري ديما هنا معناها، ديما يا في الدار يا في القهوة، معنا نفس البرنامج ديما، كل يوم معنا يتعاود هكا نفس السيناريو. يوميا قهوة دار، نطلق الساعة شوي نعمل به دورة، هذه هي العيش. هكا كي نخرج نرعى معنا نتوكل على الله، سخانة برد اللي هو على ربي مخليان، معناها هذه هي عيشتنا من أولنا. السخانة دائما موجود، ودائما البرد موجود، ودائما عندنا حتى العجاج موجود. أنا كان جيت في ديراني بطل. أنا صابر معناها هنا في تونس، في تطاوين بالتحديد، وتونس بلادنا عاد شنو بنسيبوا بلادنا ونمشوا لبلاد الناس. ليبيا عندنا من هنا للذهاب المنطقة الذهاب المعبر الحدود 120 كيلومتر، بعدها أول منطقة باش تتعدى المعبر 50 كيلو، 180 كيلومتر. تونس العاصمة من تطاوين لتونس أكثر، توصل ل 450 كيلو، 480. هنا معناها ما عندناش شكون يحرق من ليبيا، عندنا شكون يدخل سلاح من ليبيا، التهريب هذا هو الموجود معناها على الطريق هذا اللي فيه هنا تو. والتهريب معناه باش تخدم التهريب عادي تخدم مرة زوز ثلاثة، بعدها تحصل تعدي عمرك كاملة في الحبس، معناه تضحي بروحك على خاطر شنو خدمة شهر. يتعدوا منه، يتعدوا حتى مع الكياس الرئيسي، يتعدوا حتى وسط البلاد معناه عادي، حتى الدولة تو مسير ريحت لهم كل شيء نورمال معناه، يهربوا في كل شيء من المازوت لليسونس، الدخان، الحشيش، هذا الحاجة الكليماتيزارات، معناه المواد متاع الديار الكل، معين جراري كل شيء يعدوا فيه، صالات والفطور، هذا الحاجات اللي نشوفهم فيهم احنا معناه، يمكن يعدوا في حاجة أخرى أعظم من هذا. أما نحب معناه الدولة تحسن لنا من الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها معناه. تو أنا نربي في الماشية واحد معناه كي باش نشري علف حكاية نلقاها بأسوام رخيصة معناها شوية تساعدني. تو أنا تطاوين نمشوا في عامنا الخامس زمة معناها ما عندنا شيء، نعرفوا في التبن والشعير والسدة. بلت التبن كانت ب3500، تواي ولت ب17500، فارق معناه بتاع 3 سنين ولت 17500. اللي عنده معناه نقول احنا مشروع زي من هذا ما عاش ينجم يعيش فيه، أنا يولي يصرف عليه فلوس في الآخر منيت يجي باش يشوف روحه اش تصور منه ولا اش دخل معناه ما يلقى شيء، يلقى روحه خاسر بالآخر. هكا علاش اللي خلت الشباب الكل معناه يخرجوا من تطاوين ويهاجوا.
هي قرية حدودية أراضيها قحط، معناها ما ثماش موارد رزق، ما ثماش معامل، ما ثماش الدولة ما عملتش مشاريع، العلف تو ما ثماش، المطار ما ثماش، حتى اللي كان يعيش من الزوايل من الحيوانات معناها فهمتي ولا رتع ورعاة الشعير قص، المطر ما ثماش، ولت كارثة كبيرة ياسر. يلزم يخمم في بنادم وممكن يجي وقت حتى ترحل كلها زي. إذا كانت وصلت في الحد هذا الناس كل ترحل. ما أنا ما عادش نقولوا كان للشباب، ما عادش نلوموا كان على الشباب، نلوموا حتى على الكبار. تفهم فيه؟ اللي ما عندهش مدخول يلزم يرحل. تطاوين كانت تعتمد على حاجتين، معناها أهلنا الكبار كلهم أكثريتهم كانوا في الخارج، وثانيهم كانوا رعاة ويكسبوا حيوانات فهمتي ولا ما عند باقي الايادي ما عندناش تطوير، لا عندنا ايادي تشغيل، لا عندنا مطارات، لا عندنا وتله، لا عندنا كلينيكات، لا عندنا حتى شيء. تصوري انت واحد قريه معناه باباه فهمتي يخسر عليه معناها ما شاء الله من الماده، وبعد تالي يقعد حداه يزيد يخسر عليه الفطور والماكله وبيسكنه. معناها الحاجات الضروريات ما عادش يخلط لها، غلاء المعيش ما عادش يخلط لها. لا عاد ينجم يبني، لا عاد ينجم يشري ارض باش يستثمر فيها، ولا حتى باش يبني فيها يعيش فيها. معناها تكاليف الحياه ولت باهظه جدا مع الفقر، معناها حبست الدنيا بكل فهمت. الشباب مخير، يا اما يمشي يا اما ياكل الكارع هنا.